السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة. اليوم راح نتحدث حول القولون العصبي. شنو هو القولون العصبي وما هي اعراضه؟ طبعا القولون العصبي هو اضطراب في عمل الجهاز الهضمي، يصيب الامعاء الغليظة. يعني وماذا يسبب؟ يسبب تقلصا وانتفاخا في البطن. هذا بصورة مختصرة تعريف القولون العصبي، ويمتاز بمجموعة من الأعراض نذكر منها. أولا، غازات كثيرة في البطن. ثانيا، ضيق بالتنفس، تشعر أن صدرك مقبض وصعوبة في أخذ النفس. ثالثا، ألم أسفل الظهر، ألم شديد يصاحب ذلك أسفل الظهر. رابعا، تظن بوجود مشكلة بالقلب، ولكن القلب سليم. عندما تراجع أطباء القلب يقولوا لك لا توجد مشكلة في القلب، ولكن المشكلة أين؟ في القولون العصبي. خامسا، كثرة التبول، ليس لديك سكر ولكن كثير التبول، هذه من أعراض القولون العصبي. سادسا، كآبة وقلق وتوتر، تشعر دائما بوجود كآبة وقلق وتوتر. سابعا، تعب وإرهاق وصعوبة النوم، الليل كله تتقلب يمينا وشمالا وتشعر بذلك. ثامنا، إسهال أحيانا وإمساك أحيانا أخرى. يعني هذه أهم أعراض القولون العصبي ذكرناها لكم، ولا تنسونا من خالص دعائكم وشكرا لكم.